بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب. تكونوا عيدتوا وانبسطتوا وكلتوا ترمس وكلتوا لحمه وكلتوا فول وكلتوا كل حاجه وعملتوا كل اللي نفسكم فيه. النهارده بقى احنا هنعمل الدهن، هنسيحه وهنعمله بطريقه سهله جدا، هنخليه خفيف على القلب، سهل على الشرايين، بسيط مبسط ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين الحله القدره اللي كانت فاتت دي كانت في التلاجة، دي كانت بره ما شاء الله مرمل، مش دهن من الاخر. لا دي كده حاجه كده اللهم بارك، حاجه تستاهل بقكم. صلوا على النبي واذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ويلا نبدا. معانا ايه؟ معانا حله ايا كان نوعها ايه، ملكوش دعوه ان هي ستانلس. ومعانا دهن. الدهن اللي معانا دهن كلاوي، خلينا في كلاوي احسن. الكلاوي بيكون احسن من اللي هو بتاع المنبار. انا لميت الدهن طبعا مش دي كميه كلها، بس انا عملتها لكم في كميه صغيره عشان الكميه التانية اتحرقت. هوريها لكم، انتوا مش غرباء. حطيتها على نار عاليه، مجرد ما بدات ان هي تسيح رحت موطي عليها النار وسبتها لحد ما وصلت اللون ده. طبعا هي الكميه الكبيره يعني زادت مني شويه بصراحه، يعني غمقت مني شويه، بس ده عادي يعني. حتى لو وصلت معاكم للون ده مفيش اي مشاكل. احنا ان شاء الله باذن الله مع المكونات اللي احنا هنحطها والطريقه اللي احنا هنوريها لكم. بصوا بقى، احنا هنوزن لكل كيلو دهن هنحط له قصاده كيلو لبن. تمام. احنا عملنا ايه دلوقتي؟ احنا بعد ما الدهن بتاعنا ساح واستوى خلاص، وكان بالمنظر اللي انا وريته لكم كده، هنبتدي ان احنا نصفيه ونجيب اللي هو الدهن بتاعنا، اللي هي المية دي، اللي هو الدهن، المادة الدهنية دي، هنحطها على البوتاجاز تاني على نار متوسطة. هنحط عليها لبن لكل كيلو. احنا مثلا جايبين كيلو 2 كيلو دهن، هنحط عليهم 2 كيلو لبن. يكون اللبن دسمه حلو ويكون مظبوط كده وحلو. تمام. دي ايه بقى؟ دي عجينة بمية وملح ومعلقه نشا معاها. هتعمل ايه بقى العجينه دي؟ هتضيع لنا ريحه الزفاره، هتضيع لنا ريحه الدهن اللي احنا ما بنحبهاش في الاكل. تمام. بالنسبه للبن، اللبن هيعمل معانا ايه؟ اللبن هيكون يعني الدسم اللي في اللبن ده كله هينزل وهيزود لنا طعم الدهن. هيخلي لنا طعمه حلو، مش هيبقى فيه ريحه، مش هيبقى فيه طعم، وهيكون خفيف. تمام. هنسيبه على نار متوسطة بالمنظر ده. أول ما يبتدي إن هو يشتغل، أو بمعنى أصح إن هو يبدأ إن هو يغلي وكده، هننزل عليه بمطيبات. تمام. المطيبات ايه هي؟ 2 حبهان، 3 ورقات لورا، شوية فلفل اسود حب، ما تكتروش. بصوا انتوا هتشوفوا الكمية انا عامل. بصوا بصراحة الدهن ده كان من الأضحية، فأنا مش عارف هو قد ايه دهن. بس فأنا حطيت حتى اللبن حطيته بالويم، أنا حطيت 2 كيلو لبن. أنا مش عارف هما دول كانوا قد ايه، بس أنا حطيت بالويم. تمام. بس انتوا عشان تعملوا شغل صح امشوا على اللي انا اقول لكم عليه، ملكوش دعوه باللي انا عامله. هنسيبه يغلي. هو هيغلي هيبقى عامل كده معانا، هنسيبه عادي جدا ولا اكن في اي حاجه حصلت. هنسيبه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الفيديو ده يا جماعه مش عايز يتصور، والله العظيم الفيديو ده فقري. يا ريت تصلوا على النبي وتذكروا الله. انتوا عارفين دي تالت مره اصور الفيديو ده، والله تالت مره. ماشي. هنسيبه بالمنظر اللي انتوا شايفينه لحد ما يبقى. هنسيبه كده على نار متوسطة، نقعد كل شوية نقلب فيه نقلب فيه. أهم حاجة التقليب عشان ما يتحرقش وما يشطش مننا. وكده كده هيعمل قعر تحت، بس عشان ما يبقاش معروف. شايفين الريم ده؟ ما تشيلوش دلوقتي، أنا لما يجي وقت شيلانه هشيله وهوريكم تشيلوه امتى. هنا كنت بحاول ان هو اصوره لكم يعني اوضح صورة، بس اكتشفت ان كده اوضح صورة. هنفضل زي ما انتم شايفين كده، انا بوري لكم يعتبر المراحل بتاعته. طبعا هو على نار واطية مش على نار عالية، لو على نار عالية هيتحرق، ولو على نار واطية هيبقى مهدرج. تمام. احنا بنظبط على البتاع على النار المتوسطة. بصوا بدأ ان هو ايه، يبدأ معانا يفصل، اللي هو تفصل السمنة. بس انا مش عايز اللبن يبقى مكلكع لونه ابيض كده، انا عايزه يكون غامق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على النبي واذكروا الله. او كده بدأ ان هو يشتغل معانا هو وخلاص، يعني الى حد ما كده فاضله دقيقة ولا حاجة ويخلص. تمام. هنبتدي نعمله بالطريقة دي. كده احنا هنبدأ ان احنا ايه، نلم اللي هي الريم بقى، اللي هو يكون الغامق، اللي هو مش مستحب، اللي هي فيها ساعات الناس بتقول عليها زفارة، وناس بتقول عليها ان هو مثلا حاجة هو مش كويس من الاخر وبيتشال. هو كده كده بيكون لونه غامق كده، هوريهولكم لما يجي وقته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. على فكرة محدش جاب لي لحمة، ماشي؟ انا مستني من اي حد متابعني ومدابح يجيب لي كيس لحمة بعد اذنكم لو سمحتوا، ماشي؟ لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. بصوا هنبدأ نشيل الريم الاسود هو الريم الاسود ده اصلا هو ايه، شوية في ناس ما بتحبوش، وهو اصلا مش ريحته حلو.
تمام. اللهم صل على النبي. شايفين بقى استوى ازاي وفصل وبقى شايفين لونه عمل ازاي اصلا؟ هوريهولكم لما يهدى. بس هو كده خلاص، هو بيبقى عامل اكنكم بتسيحوا سمنه بلدي وخلاص استوت. فهمتوا؟ شايفين لون اللبن اللي هو اللي احنا كنا حاطينه لونه بقى غامق فاتح، يعني لونه ذهبي فاتح كده. تمام. بصوا كده انا سبته 10 دقايق. بصوا بقى لما رق بقى شكله جميل ازاي. سيبكم طبعا من تحت ان انا قلت لكم ان هو ده طبيعي، لازم ان هي تعمل قعر من تحت، بس الشطاره ان هو يعمل قعر بس ما يشطش. تمام. بص بقى، اللهم بارك، عامل زي السمنه البلدي بالظبط. احنا لسه ما حطيناش عليه اي حاجات. تمام. عندكم سمنه من اللي هي بتاعه العلب ماشي، عندكم سمنه بلدي ماشي. انا بصراحه كان عندي، جبت اللهم صل على النبي كيلو سمنه اللي هي العلبه، يعني علبه سمنه كيلو، وحطيت عليها كيلو سمنه بلدي. تمام. طبعا انتوا لو عايزين تحطوا بلدي كله بس حطوا، مش عايزين تحطوا اللي هي نباتي بس حطوا، دي طبعا ترجع لكم. وازازه زيت. طيب احنا مكوناتنا ايه؟ هنقول على الكيلو ده هنحط له كيلو لبن، كيلو سمنه، نص ازازه زيت. تمام. بالطريقه اللي انا قلتها لكم كده. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا وهوريه لكم. بس انا حبيت اقول لكم بصوا